السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد محمود من قناة كود جيم. إن شاء الله ده فيديو جديد وما قبل الأخير من سلسلة ما قبل البرمجة. زي ما انتم عارفين احنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن الالجوريزم وازاي هي مهمة في البروبلم سولفينج، وشفنا انها خطوات لحل مشكلة معينة وانها من ضمن الحاجات المهمة اللي بنستخدمها في البروبلم سولفينج. لكن دلوقتي في سؤال مهم. الالجوريزمز طبيعي هي عبارة عن مخطط بنعمل منه خطوات عشان ننشئ حل لمشكلة معينة، لكن السؤال دلوقتي ايه اللي بنستخدمه في الالجوريزمز؟ ايه اهم الاشياء اللي بنستخدمها في الالجوريزمز؟ وده موضوعنا النهارده هنتكلم عن الداتا ستراكشر. الداتا ستراكشر ببساطة هي الطرق اللي بتنظم فيها البيانات جوه الكمبيوتر عشان نقدر نستخدمها بكفاءة. يعني ممكن تقول انها صندوق اللي بنحط فيه البيانات، وكل صندوق ليه طريقة فتح واستخدام مختلف. خلينا ناخد امثلة بسيطة. الليست والاري. هنا الليست والاري زي الرف اللي بتحط عليه الكتب، بتحط الكتب جنب بعض، سهل توصل للكتاب بالرقم بتاعه اللي هو الاندكس. مثال تاني وهو الستاك عامل زي الاطباق، اخر طبق بتحطه هو اول واحد بتشيل. يعني اهو نظام اسمه اللاست ان فيرست اوت. هتفهموا الكلام ده اكتر لما تتعاملوا مع الداتا ستراكشر ان شاء الله ولما تبداوا برمجه. في حاجه تانية اسمها الكيو هي زي طابور الناس عند الشباك، اول واحد يدخل هو اول واحد هيخرج، وده اسمه نظام الفيرست ان فيرست اوت. كل الامثله دي بتعبر عن داتا ستراكشر، وفي حاجات كتير اكتر زي حاجه اسمها اللينكد ليست، وحاجه تانية اسمها الجراف والهيب، في طبعا الباينري تري. كل دي تعتبر داتا ستراكشرز مختلفه ان شاء الله انت المفروض يكون عندك علم بيها او تفهمها في طريقه وانت بتتعلم البرمجه. طب خلينا نسال سؤال مهم. ليه الداتا ستراكشر مهم، او ليه اللي احنا قلناه ده مهم اصلا؟ لان اختيار الداتا ستراكشر المناسب بيخلي البرنامج بتاعك اسرع واسهل واكثر كفاءه. زي مثلا لو عندك لعبه وعايز تخزن ترتيب اللاعبين، مش هينفع تخزنهم بشكل عشوائي، لازم يكون فيها طريقه منظمه تقدر منها تعرف مين الاول ومين التاني بسرعه. وحط تحت بسرعه دي خطين ثلاثه، لان السرعه هي اهم مقياس اللي انت بتبني بيها على الالجوريزم وبتستخدم فيه الداتا ستراكشر المناسب. وده اللي بيؤدي في الاخر ان انت بتعمل بروبلم سولفنج او بتحقق مبدا البروبلم سولفنج اللي هو انك تحل المشكله بكفاءه عاليه. طبعا احنا مش هنتكلم اكتر من كده في الداتا ستراكشر، لان الداتا ستراكشر هي في الاصل ان انت لازم تتدرب على انواعها وتفهمها كويس جدا جدا عشان تقدر تستخدمها. وطبعا استخدامها بيجي بالممارسه، وعن مشكلات كتير انت تحلها تعرف هتستخدم انهي داتا ستراكشر مناسب. فالخلاصه الالجوريزمز هي انك ازاي تحل المشكله، والداتا ستراكشر ازاي تخزن البيانات وتتعامل معاها عشان الحل يشتغل بكفاءه. يعني من الاخر الاتنين بيكملوا بعض ومفيش واحد ينفع من غير التاني. طبعا ده الفيديو اللي قبل الاخير. ان شاء الله كده احنا اتممنا الامور اللي انت المفروض تتعلمها ما قبل البرمجه او حتى بعد ما تبدا البرمجه بشويه. في الفيديو الجاي هنوضح ازاي تختار لغه البرمجه الخاصه بيك، او يعني ازاي تبدا باول لغه برمجه وتبدا بانهي نوع. كل المواضيع اللي في السلسله دي مش لازم تتعلمها قبل البرمجه، في حاجات بتتعلمها وانت بتتعلم الاساسيات لانها اصلا من الاساسيات. وطبعا زي ما انتم عارفين انا جاي اوضح لك ايه هي اهم المواضيع اللي انت لازم تركز عليها في رحلتك في البرمجه. وطبعا الداتا ستراكشر، algorithms، problem solving، دول من اهم المواضيع اللي انت لازم تركز عليهم وانت بتتعلم برمجه. فبالتالي ايه الفيديو جاي هنوضح النقط دي، هنوضح ايه المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها اللي انت المفروض تفهمها قبل البرمجه، وايه الموضوع اللي انت المفروض تتعامل معاها وانت بتتعلم اول لغه ليك. وهنوضح لك طبعا ازاي تختار اول لغه تتعلمها. شكرا لمتابعتنا، ارجو ان تكونوا استفدتوا من الفيديو البسيط ده. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب. معاكم محمد محمود من قناه كود جيم.